الفيديو التاسع: الاعتراف بالحماية الدولية. الاعتراف بالحماية الدولية يعني بأنك تستطيع أن تحصل على الإقامة للجوء أو الحصول على الحماية السوسيديارية. اللجوء يعني الاعتراف بأنك لاجئ. هذا اللجوء لوقت غير محدد دائم، ويعطي الحق بإقامة للجوء لمدة 5 سنوات، وتستطيع تجديدها. الحماية السوسيديارية تعني بأنك تستطيع الحصول على حماية، ولك الحق بالحصول على الإقامة للجوء سوسيديارية، وهي تعادل 5 سنوات وتستطيع تجديدها. إذا اللجنة لا تعترف لك بالحماية الدولية وتعتقد بأن لديك الحاجة للبقاء في إيطاليا، اطلب من مركز الشرطة الكوستورا أن تعطيك برميسو سوجورنو بير موتيفي هومانيتاري، وهي ما تعادل 2 سنين، وتستطيع أن تجددها. على سبيل المثال، لكوميسيوني تستطيع أن تقرر بأن لديك الحاجة إلى أبروتسيوني هومانيتاريا لأنك قاصر أو كنت قاصر بالرحلة عندما أتيت إلى إيطاليا، إذا كنت حامل أو لوحدك مع ابنك، إذا كنت عجوز، إذا كنت عاجز، أنت مريض لأنه قد تم تعذيبك في رحلتك، قد تم القبض عليك وتم تعذيبك. تجديد الإقامة يعني بأنك تستطيع أن تحصل على إقامة جديدة. عندما تطلب التجديد، مركز الشرطة الكوستورا يعطيك ورقة ويجب عليك الاحتفاظ بها جيدا. لكي تستطيع أن تجدد الحماية السوسيديارية أو الحماية هومانيتاريا، الشرطة يجب أن تفحص بأن الحالة في بلدك أو الأسباب الشخصية لطلبك الحماية حاليا صحيحتين، وهذا يعني بأنك بحاجة إلى حماية. تستطيع أن تفقد حماية اللجوء أو الحماية السوسيديارية. للمزيد من المعلومات استمع للتسجيل التاسع: إنهاء أو إلغاء الطلب. الإقامة للاجئين والحماية السوسيديارية يعطون الحق ريكونجونجيمنتو فاميلياري، لم الشمل، وهذا يعني بأنك تستطيع إدخالهم إلى إيطاليا، زوجتك أو زوجك، أطفالك القاصرين إذا لم يكونوا متزوجين، أولادك البالغين إذا كانوا عاجزين، عائلتك أبوك وأمك، فقط في حالات خاصة. لا يجب عليك أن تعلن حالة منزلك ولا كم هو راتبك. إقامة اللجوء والإقامة للحماية السوسيديارية يعطيك الحق بطلب الحماية في البلاد المتحدة الأوروبية لوقت طويل، وهي إقامة لمدة غير محدودة دائمة، وفي هذه الإقامة تستطيع أن تسافر في أوروبا حتى 3 أشهر، وأن تعمل في أي بلد أوروبي لمدة 3 أشهر. زوجتك أو زوجك، أولادك القاصرين، أولادك البالغين، أولادك إذا كانوا عاجزين، أبوك، أمك، يستطيعون الحصول على نفس مدة الإقامة الذي حصلت عليها في أوروبا، ولكن يجب عليهم أن يفعلوا فحصا باللغة الإيطالية. للحصول على الإقامة في أوروبا لمدة طويلة، يجب عليك أن تطلب في المحكمة ورقتان: ورقة تسمى كازالاريو
جوديسيالي، والوثيقة الأخرى هي كاريكي بندنتي. وثيقتان تثبتان بأنك في خطر. يجب عليك أيضا العمل. أثبت بأنك تملك المال الكافي، ونسخة عن جواز سفرك أو وثيقتك للسفر. وبأنك لاجئ، القسطورة يجب عليها أن تعطيك وثيقة سفر، وهي لمدة 5 سنوات، وتستطيع أن تجددها. إذا كان لديك الحماية السوسيديارية أو الحماية الهومانيتارية، تستطيع أن تطلب من سفارة بلدك جواز السفر. إذا لا تستطيع أن تطلبه لأسباب هامة، القسطورة تعطيك عنوان سفر، وهو له نفس الأهمية للإقامة. لا تستطيع أن تحصل على عنوان سفر إذا كنت تعد خطرا على الحكومة الإيطالية. الحماية للاجئين، الحماية السوسيديارية والحماية برموتيفي هومانيتاري يعطونك الحق بالبقاء في استمرار لمدة 6 أشهر. إذا أنت قاصر، عاجز، عجوز، امرأة حامل، تسافر لوحدك مع ابنك، أنت مريض وتعرضت إلى اعتداء، تستطيع أن تطلب البقاء لمزيد من الوقت في استمرار. الإقامة للاجئين للحماية السوسيديارية والحماية برموتيف هومانيتاري يعطوك الحق للدراسة والعمل. وتستطيع أن تغير الإقامة إلى حماية سوسيديارية أو لحماية برموتيف هومانيتاري إلى إقامة عمل، وهذا يعني تغيير الحماية إلى إقامة لحماية سوسيديارية أو لحماية برموتيف هومانيتاري.